وقفنا في الفيديو اللي فات إن كريم قرر يدير وقته وما يضيعش أهم مورد عنده. فبدأ يسأل نفسه سؤال: هو أنا لازم أعمل كل حاجة بنفسي؟ فلو بيجي في دماغك نفس السؤال اللي كريم سأله لنفسه، ولو أنت شخص بيحاول يستغل وقته فعلا ويكسب مهارة التايم مانجمنت، فأنت محتاج تقف كويس مع زحمة المهام اللي في دماغك دي وتسأل نفسك سؤالين بصدق. أول سؤال: هل التاسك ده مهم إن أنا اللي أعمله ولا ممكن حد تاني؟ تاني سؤال: هل التاسك ده لازم يتسلم في الوقت الحالي؟ كل سؤال من الاتنين يحمل إجابتين أبسط من الخيال: أيوة أو لأ. وده هيحطنا في 4 احتمالات. بس خليني أقولك الأول إن ال4 احتمالات اللي جايين هيخلوك تعرف تتعامل مع كل المهام في حياتك تقريبا، وأكيد المهام بتاعتك هتكون تحت واحدة من ال4 الجايين. أول احتمال هو هام وعاجل، وده تاسك مهم لازم أعمله بنفسي، ولازم أعمله دلوقتي، زي امتحان مهم بكرة أو انترفيو لازم أجهزله. يبقى كل اللي عليك إنك تشتغله فعلا وتديله كل الأولوية والتركيز حاليا عن باقي التاسكات. ببساطة just do it. تاني احتمال هو هام وغير عاجل، وده تاسك لازم انت اللي تعمله بس مش شرط دلوقتي، زي كورس مهم في مجالك بس مش هيخدمك في الوقت الحالي، تسليمات مهمة في الجامعة بس لسه في وقت على الديدلاين. يبقى كل اللي عليك تحددهم وتكتب لهم وقت محدد. just make a schedule. تالت احتمال هو غير هام ولكن عاجل، وده ببساطة أي حاجة ممكن حد ينوبك فيها ولازم يتم إنجازها دلوقتي، زي إن آخر ميعاد لتسليم أبحاثك أو أوراقك أو شغلك بكرة، بس مش شرط تسلمه بنفسك. أو إنك في وسط فريق وفي جزء من الشغل محتاج تنجزه ويتسلم دلوقتي، ساعتها هيكون الحل في التفويض. يعني ببساطة تعمل اتفاق مع حد من فريقك وتتفقوا اللي فاضي يقوم بالتاسك دلوقتي، بس بشرط انك توضح له كل الحيثيات بتاعة الشغل وتتابع معاه من وقت للتاني وتحدد صلاحياته. نقدر نقول just delegate. رابع احتمال هو غير هام وغير عاجل، وده اللي هنسميه التاسك الحرامي. شاغل بالك بيه طول الوقت بس هو مش حقيقي، زي متابعة أخبار الفيسبوك وغيره. الحل إنك تلغيه، ولكن علشان الأمر صعب فسيبه للآخر وما تشغلش نفسك بيه. وده كان تاني باب فتحه كريم في رحلة نجاحه. وبكده كريم اتعلم يتعامل ازاي مع التاسكات اللي في حياته. فتابعنا عشان تعرف ايه الحاجة اللي هنتعلمها مع كريم في إدارة الوقت المرة الجاية.